المرة اللي فاتت اتكلمنا عن التيبلز وازاي بنقدر نكونفيرت البيانات بتاعتنا لتيبلز. في الفيديو ده هنتكلم ازاي بنقدر نعمل سورت اند فلتر. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي شوية بيانات وعايزة اعمل سورت على البيانات بتاعتي، والبيانات يعتبر في الاكسل بتتقسم لثلاث انواع. بتتقسم لديت تواريخ، وبتتقسم لنمبرز كارقام، وبتتقسم لتكست ككلمات. فاحنا دلوقتي نقدر نعمل سورت للبيانات بتاعتنا، سواء كانت تواريخ، سواء كانت نمبرز، سواء كانت تكست. وكمان بنقدر نعمل فلتريشن عليها. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي مثلا مجموعه من البيانات فيها الكاستمرز بتوعي ومتقسمه لمثلا 20 فرع، فانا عايزه الفرع رقم اكس مثلا، او الفرع بتاع اسكندريه، او عايزه فرع مثلا بتاع الامارات. فانا دلوقتي بقدر افلتر البيانات بتاعتي واعمل فلتريشن عليها واجيب جزء منها، وبقيه البيانات مش بتظهر عندي، بيتعمل لها اخفاء. طيب تعالوا نجرب مع بعض ونشوف ازاي بنقدر نعمل سورت اند فلتر على شويه من الداتا عندنا. فاحنا دلوقتي عندنا في تسلسل بتاع الطلبه واسماء الطلبه والادرس بتاعهم، العناوين بتاعتهم من 3 محافظات، ودرجاتهم في ال5 مواد، مجموع الدرجات، هم سكسس ولا فين، يعني ناجحين ولا راسبين. فانا دلوقتي عايزه ابدا اسورت البيانات بتاعتي من خلال مثلا الاسماء، عايزه ارتبهم ترتيب ابجدي، او عايزه ارتب مثلا الادرس بتاعهم، او ارتب اشوف الناس السكسس في الاول او في الاول، او مثلا عايزه ارتب الاوائل فهرتب التوتال الدرجات بتاعتهم من الكبير للصغير او من الصغير للكبير. فانا دلوقتي عايزه اعمل سورت للبيانات بتاعتي. طب ازاي بقدر اعمل سورت؟ بروح عند الهيدر وبقف في اي مكان في الهيدر روم، واروح من تاب الهوم عند الجروب بتاع الايديتنج وهقول له طبق لي علامه الفلتر. فاول ما اقول له طبق لي علامه الفلتر بيحط لي بوتون كده صغير بنسميه سورت اند فلتر. ساعتها بقدر اقول له اعمل لي سورت من A to Z، مثلا رتب لي الاسماء بتاعتي من ال A to Z، او ممكن ارتب ترتيب عكسي. حلو جدا، يبقى احنا قدرنا ان احنا نرتب الاسماء بتاعتنا. وممكن كمان ارتب الارقام، يعني مثلا عايزه ارتب التسلسل او نرتب مثلا مجموع الدرجات بتاعتهم من الكبير للصغير. فمجرد ان انا وقفت عند عمود فيه ارقام، على طول اتغيرت عندي سورت smallest to largest، او سورت من largest to smallest، غير ما كنت واقفة عند كلمات فبتبقى سورت A to Z او Z to A. طيب لو كانت تواريخ فهيبقى عندي من الأقدم للأحدث أو من الأحدث للأقدم، على حسب طبيعة البيانات بتاعتنا. هو بيبدأ يشوف مثلا احنا بنرتب التواريخ ولا بنرتب أرقام ولا بنرتب تكست، هو بيفهمها تلقائي على طول وهو متبرمج على ده. فأنا دلوقتي مثلا عايزة أرتب من الصغير للكبير، فيسورت من smallest to largest، أو أرتب مثلا من largest to smallest، فيقدر يرتب من largest to smallest، يعني من الكبير للصغير. طيب حلو قوي، ده احنا كده بنقدر نرتب. بس ناخد بالنا من حاجه بقى واحنا بنسورت، هل بيرتب الكولوم لوحده ولا بيرتب الداتا كلها مع بعض؟ تعالوا نشوف. هسلكت مثلا عند منة واروح الون الفونت بتاعها مثلا بلون احمر، والمفروض دلوقتي اما هسورت مثلا من A to Z مثلا، فلو تلاحظوا ان منة بتتحرك وبتتغير بالداتا كلها، يعني مش بصورت الكولوم لوحده، ملهوش دعوه بالكولومز التانية، لا ده بيصورت الداتا كلها، يعني رو باي رو، بحيث ان طبعا من لما تيجي مثلا نرتبها فوق او نرتبها تحت، او نصورت مثلا الارقام من الكبير للصغير من الصغير للكبير، مفيش طالبه تاخد درجات حد تاني وتاخد مثلا البيانات بتاعتها، فالطبيعي لازم لما نيجي نصورت الرو باي رو. فده اللي فعلا بيحصل، ان هو مش بيصورت كولوم لوحده ويسيب بقيه البيانات، لا هو بيصورت الداتا كلها، بيصورت البيانات كلها على حسب التحرك اللي بيحصل يعني. فاحنا دلوقتي هنرجع البيانات زي ما هي من سمول ستورج التسلسل يعني، او الاكواد بتاعه الطلبه. فاحنا كده قدرنا نعمل صورة البيانات بتاعتنا سواء كانت ارقام او كلمات، وبرضو نقدر نعملها بالتواريخ. طيب تعالوا نشوف الفلتر. احنا نقدر برضو نعمل فلتر، بس يعني ايه بقى فلتر؟ فلتر دي يعني انا عايزه اجيب الناس بتوع اسكندريه بس، او ناس بتوع القاهره بس، او ناس بتوع مثلا اسوان بس. فازاي بنقدر نعملها؟ هروح عند الادرس واروح اقول له عند الجزء بتاع الفلتر شيل لي كل علامات الصح دي، انا مش عايزه كل البيانات دي، انا عايزه الناس بتوع اليكس بس، فهعمل علامه صح او اعمل شيك كده على اليكس بس وادوس اوكي، فهيجيب لي الناس بتوع اليكس بس. طب بقيه الناس راحت فين؟ اتعمل لها هايد، اتعمل لها اخفاء. طيب عايزه اجيب الناس بتوع كايرو، هشيل برضو كل دول واقول له جيب لي بتوع كايرو وادوس اوكي، فهيجيب لي الناس بتوع كايرو. طب انا عايزه الناس بتوع كايرو واسوان، هدوس اوكي فهيجيب لي الناس بتوع كايرو واسوان. طب انا عايزه الناس بتوع كايرو واسوان واللي سكسس بس. خدوا بالكم احنا بنقدر نعمل اكتر من فلتر، يعني مش شرط نعمل فلتر على كولوم واحد بس. هروح عند السكسس والفيل واقول له جيب لي الناس السكسس بس،
فهيجيب لي الناس السكسس بس. طب عايزه عمر بس، يعني لو عندي اكتر من عمر او منى بس، فبقدر اعمل فلتر زي ما انا عايزه. طب عايزه اشيل كل الفلتر اللي انا عملته ده، فممكن من سورت اند فلتر واقول له اعمل لي كلير، فهيرجع لي كله، لان انا طبعا كنت عامله فلتر على 3 كولومز. فكنت المفروض يعني لو رجعت خطوه باك، المفروض ان انا افك الفلتر اللي هنا، هقول كلير فلتر، وافك الفلتر اللي هنا طبعا بالترتيب هيفرق، وبعد كده اروح اقول له رجع لي البيانات تاني. او من الاول خالص كنا ممكن لو انا عايزه اشيل كل الفلتر اللي كنت عاملاه من سورت اند فلتر واقول له كلير، فهيكلير كل الفلتر اللي انا عملته. يبقى احنا من البوتون ده بنقدر نعمل سورت ونقدر نعمل فلتر، وكمان بنقدر نعمل سورت وفلتر باي كولر. يعني ايه؟ يعني مثلا انا دلوقتي عايزه اسورت، اخلي الناس بتوع أليكس، احنا مثلا مميزين كل فرع او كل محافظه او كل ادرس معين بلون، فانا عايزه الناس بتوع أليكس مثلا باللون الجراي، فجاب لي الناس بتوع أليكس باللون الجراي. بعديهم عايزه اشوف الناس اللي بتوع كايرو، فيجيب لي الناس بتوع اسكندريه، بعد كده كايرو، بعد كده عايزه اشوف الناس بتوع اسوان، فطبعا احنا رتبنا الاول اسكندريه فاهو، بعد كده رتبنا كايرو فاتحطوا في ايه، هرتب دلوقتي اسوان هيتحط كمان فوق. يبقى احنا كده رتبنا اسوان القاهره واسكندريه، وانتوا تقدروا بقى تشوفوا مين الاولى فالاولى، يعني تخلوا مين تحت ومين تخلوه فوق وهكذا. عايزين نخلي أليكس هي اللي فوق، فهروح تاني عند السورت باي كولر واقول له رتب لي أليكس هي اللي تكون في الاول. طيب ده كده بنقدر نعمل سورت باي كولر، ونقدر كمان نعمل فلتر باي كولر، لان انا عندي مثلا الالوان، فهلاقي عندي في حاجه اسمها فلتر باي كولر، وافلتر مثلا انا عايزه الناس بتوع ان هم لون كحلي، فخلاص دول بتاع اسوان. طب عايزه افلتر مثلا باللون الاورنج، او افلتر مثلا باللون الجراي، وهكذا. طب نقدر نعمل برضو سورت اند فلتر باي كولر. تمام. عايز اشيل الفلتر اللي عملته، هقدر اعمل كلير للفلتر عادي جدا. طيب في بقى حاجه كمان في السورت اند فلتر، اللي انا بقدر افلتر البيانات بتاعتي بكونديشنز، بشروط. يعني ايه؟ يعني انا عايزه ادور على الناس اللي فيهم حرف الاي، او ادور على الناس اللي بتبدا بحرف الاي او تنتهي بحرف معين، او مثلا الكلمه بتاعتها بتحتوي على حروف معينه، او مثلا مش بتحتوي على حروف معينه. فاحنا عند التكست فلتر، يعني انا واقفه عند كولوم فيه تكست، فهتلاقوا فيه حاجه اسمها تكست فلتر، فاحنا بندور على ايكوال حاجه معينه، هقول له ايكوال، فانا بدور على الناس بتوع أليكس مثلا، وادوس اوكي، فنقدر نعملها بالشكل ده. او ممكن انا عايزه افلتر مثلا doesn't equal، مثلا انا مش عايزه الناس بتوع أليكس، فيجيب لي كله من غير أليكس. طيب ممكن كمان فلتر الناس اللي بتبدا begin with الحرف الاي مثلا. طيب ممكن اقول له begin with الحرف الاي، or يبدا كمان is begin with تمام حرف السي. طبعا هو كده هيجيب لي البيانات كلها، لان انا بقول له حرف الايه او حرف السي، فكده جايب لي كل البيانات. تمام. طيب ممكن نقول له مثلا بينتهي بحاجه معينه، او بيكونتين يعني بيحتوي على حروف معينه او مش بيحتوي على حروف معينه. تمام. طيب ده كده بالنسبه لايه، للكلمات. طيب لو انا كنت واقفه على ارقام، فانا ممكن اقول له اعمل لي نمبر فلتر، فانا بدور على رقم معين، ناس مثلا جايبين 50 بالظبط او 100%، او doesn't equal، او مثلا greater than او greater than or equal، او less than او less than or equal، او between ما بين رقمين، او top 10. طبعا لو انا عندي بيانات كبيره فانا عايزه اجيب اعلى 10، فممكن اعمل فلتر بالتوب 10، او above average، يعني جيب لي المتوسط بتاعت الارقام دي، وجيب لي الارقام الاعلى من المتوسط ده. يعني انا مش هحسب الافريج، هو هيحسب لوحده، واول ما هيلاقي رقم اعلى من الافريج هيروح يجيبهولي على طول. طب البلو افريج عكسه برضو، اللي انا هقول له هو هيحسب الافريج من نفسه، ولو لقى رقم اقل من الافريج هيحسبه برضو عنده. طيب كاستم فلتر، لو انا بقى حته اللي انا عندي اكتر من شرط، فممكن استخدم الاند والاور. الاند بستخدمها لو انا بجمع ما بين اكتر من شرطين ولازم الشرطين دول يتحققوا. فاحنا كمان زي ما قدرنا نعمل كاستم فلتر على الكلمات، بنقدر نعمل كمان كاستم فلتر على الارقام. فهروح عند النمبر فلترز، فانا بدور على مثلا ايكوال ارقام معينه، او doesn't equal يعني ارقام مش بتساوي كذا، فهو هيكسكلود الارقام اللي انا doesn't equal دي. طيب greater than لو اكبر من او اكبر من او يساوي، او اصغر من او اصغر من او يساوي، او between يعني بدور على الناس مثلا درجاتها ما بين 90 ل 100، او مثلا توب 10. يعني مثلا انا عايزه اجيب اعلى 10 موظفين عندي، او اعلى 10 مرتبات، او اعلى 10 مبيعات عندي للمنتجات بتاعتي، فممكن استخدم التوب 10. وبرده زي ما عندي توب، فانا عندي برده البوتوم. طيب
عايزه استخدم حاجه اسمها الابوف افريج والبلو افريج. ايه الابوف افريج والبلو افريج؟ اللي هو بيجيب الافريج من نفسه، تمام. انا مش بحسب الافريج انا، لا، هو الاكسل اللي بيحسب الافريج، ولو لقى رقم اقل من الافريج هيجيبه، ده كده بلو افريج. طب لو لقى رقم ابوف الافريج، يعني اعلى من الافريج، فده كده الابوف افريج. على حسب احنا عايزين نطبق ايه، هديله الكونديشنز بتاعتي وهيطبقها لي على طول. طب ايه كاستم فلتر دي؟ كاستم فلتر دي اللي احنا ممكن نجمع اكتر من شرطين باستخدام الاند والاور. طب ايه الفرق ما بين الاند والاور؟ الاند لازم الشروط كلها تتحقق مع بعض علشان يطلع لي الريزلت بتاعتي. طب الاور لا، هو يعني من اسمها او ده او ده، لو شرط الاولاني اتحقق فتمام، الشرط التاني اتحقق فتمام. فالاور طيبه، شرط واحد اتحقق فهيطلع لي ريزلت. طيب لو الاند لا، لازم الشروط كلها تتحقق مع بعض عشان يطلع لي النتيجه اللي انا عايزاها. فاحنا كده في الفيديو ده اتكلمنا ازاي بنقدر نعمل سورت اند فلتر للبيانات بتاعتنا، سواء هعمل سورت لتكست او نمبرز او ديت، وكمان بقدر اعمل فلتر للبيانات بتاعتي زي ما احنا عايزين. ونقدر كمان نعمل فلتر للبيانات بتاعتنا سواء كانت نمبرز او تكست او ديت، باللي انا بديها شويه كونديشنز، ولو الكونديشن ده اتحقق هيطلع لي الريزلت اللي انا عايزاها. فاحنا كده خلصنا مع بعض السورت اند فلتر. في الفيديو الجاي هنتكلم عن السورت باي مالتي ليفل، ان احنا ازاي بنقدر نعمل سورت للبيانات بتاعتنا باكتر من كونديشن او باكتر من ليفل عندي.